نيجي لاخر حاجه وهي البرفورمانس مانجمنت، الايفالويشن، تقييم. هتشتغل ازاي من غير ما تعرف انت فين او انت ايه الكويس اللي فيك وايه الوحش اللي فيك؟ ده مهم جدا. بعد مرحله التوظيف والتدريب وكل ده انا ببدا اتابع شغلك كل اسبوع وكل شهر، وابدا اقعد معاك واقول لك انت عندك ايه صح وعندك ايه غلط وايه اللي انت المفروض تعدل منه وايه المفروض نشتغل عليه، ولا الحته دي انت محتاج تزودها او الحته دي محتاج تنقصها. كل ده بيكون مكتوب في ريبورت او في كي بي ايز. ده المصطلح الشائع والناس عارفينه، فكره الكي بي ايز. الكي بي ايز هي قياس معايير الاداء، نفس المعايير اللي انت توظفت عليها هي المعايير اللي انت بتتقيم عليها. بسيطه يعني، هو الموضوع مش صعب. الفكره كلها ان الاتش ار بيبدا ان هو زي ما كان مركز معاك في الانترفيو ان هو يوظفك على اسس معينه او على معايير معينه، هي دي نفس المعايير اللي هو بيحافظ عليك في الشركه او بيقول لك مع السلامه بسببها. ده بيكون على حسب برضه شغلك وعلى حسب ادائك وسلوكك، والتقييم بيكون ليه معايير كتير جدا على حسب الوظيفه وعلى حسب كمان الشركه. دي الست ادوار للاتش ار اللي هم متلخصين في بلاننج، ريكروتمنت، تريننج، موتيفيشن، كومبنسيشن اند بنفيتس، واخيرا الايفالويشن. طيب الادوار دي ايا كان الاتش ار متخصص في ايه لازم يكون ملم بيهم ولازم يعرف يشتغل عليهم كويس قوي. ودي حاجه والاقسام حاجه ثانيه خالص. لو عايز تعرف الاقسام او الديبارتمنت اللي خاصه بالاتش ار ممكن تتابعنا في الفيديو اللي جاي، هنقول لك ايه هي اقسام الاتش ار.